السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنكلمكم برضو على فيديو كده على السريع لكل الديجاوية اللي هو حساسية الباور والأرقام اللي ورا ديت، ونظبطها ازاي ونعمل فيها ايه والكلام دوت، والزراير ديت معناها ايه. فدوت قدامنا اللي هو الباور او الامبليفاير اللي هو الفوستكس. فهنشوف دلوقتي الزراير ديت بتعني ايه. طبعا الزراير اللي انتوا شايفينها ديت اللي هي ال7/10 والواحد فولت والواحد و4/10 فولت ديت اللي بتتحكم في حساسية الاشارة اللي داخلة عندنا. بمعنى انت لو داخل عندك، طبعا انت شفته في الفيديو اللي فات الميكسر اللي هو الياماها الدبل افكت، وشفته كانت الاشارة مكتوبة عليه اللي هي خارجة عند الاستيريو زائد او بلس 4 dB. يعني الاشارة اللي خارجة منه 4 dB. ده مقياس اشارة عشان بس ايه، سيجنال، عشان بس نكون فاهمين. اشارة مش خارج لسماعة، لا ده خارج الاشارة. وبعد كده بيجي لمكبر الاشارة دوت اللي هو الامبليفاير عشان يخرجها في صورة فولت او وات ويروح للسماعة. تمام. فال7/10 ديت معناها اللي هو بيعلي الإشارة اللي خارجة من الميكسر لو كان الميكسر عندك الإشارة بتاعته ضعيفة. طيب لو الإشارة بتاعته عالية، يعني احنا مثلا لو جينا وقلنا مثلا الميكسر ده بيخرج زائد 4 dBu، اللي هي 4 dB يعني. زائد 4 dB يعني الإشارة اللي خارجة أو الميكسر دوت بنسميه الإشارة بتاعته تبقى عالية شوية. فالميكسر لما يكون الإشارة بتاعته عالية فاحنا بننزل الزرار دوت هنا للآخر على ال1.4 فولت. ايه اللي بيحصل بقى لما بننزل 1.4 فولت دوت؟ اللي بيحصل ان الإشارة اللي هي جاية عالية، هو هنا ال1.4 مش بيعليها، لا ده بيوطيها. طب احنا بنستفيد من كده ايه؟ هو لما بيوطيها هنا بيعمل تناسب ما بين الإشارة العالية اللي داخلاله والإشارة اللي هيقدر يعمل لها تكبير تاني. بدل ما الإشارة تجيله عالية ويعلي الإشارة اللي جاية له عالية، لا ده هو بيوطي الإشارة ديت ويبقى فيه تناسق عشان الباور ما يعملش كليب معاك، ما يخشش في الأحمر، ما يعملش ديستورشن او يحصل تشويه في الصوت لما تيجي تعلي عندك. لان انت كل ما تعلي كل ما بتعلي السيجنال اللي خارج من عندك من الميكسر بتاعك، سواء كان بوردة سواء كان ميكسر بتشاي او الكلام دوت. تمام. فدوت الحساسيه ديت بتتظبط على اساس الاشاره اللي خارجه من الميكسر بتاعك. بعض الميكسرات المحترمه، الميكسرات اللي هي زي البوردات والكلام دوت، الحاجات المحترمه اللي بيبقى مكتوب عليها، هتلاقي عند مخرج الاستيريو عند الاكس ال ار بيبقى مكتوب عليها. يعني انا دلوقتي هوري لكم واحده دلوقتي هيبقى مكتوب على الخارج بتاعها ايه، وهنشوفه عشان برضو تبقى العمليه مفهومه ليكم. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه، ديت بورده ياماها اللي هي الدبل افكت الام جي بي 16 اكس. هتلاقوا هنا عند الخارج هنا مكتوب عليها عندها زائد 4 dBu. تمام. فزائد 4 dBu يعني الاشاره اللي هنا خارجه اشاره عاليه. فاحنا نظبط الباور تحت على في التظبيط بتاعه بتاع الحساسيه على 1.44. تمام. هتلاقي في خارج هنا عندنا في الخروجات بتاعتنا مكتوب عليه اللي هو الريكورد اوت، اهو الريكورد اوت مكتوب عليه -10 dB. -10 dB يعني الاشاره اللي هنا خارجه ضعيفه. فلما تروح على الميكسر هناك، لما تروح على الباور هناك او الامبليفاير هناك، فاحنا نخليها 7/10. 7/10 يبقى هو هيعلي الاشاره الضعيفه اللي خارجه من هنا، هيعمل لها تكبير عشان يعمل لها تكبير اكتر، عشان الصوت يطلع واضح ويطلع متناسب مع السماعات ويطلع التكبير بتاعه مظبوط. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اهو 1.4 فولت. طبعا هنا نسبة وتناسب، تناسب عكسي. يعني احنا ال7/10 دي بتعلي الإشارة، الواحد فولت بتخلي الإشارة متوسطة، ال1.4 بتوطي الإشارة اللي جاية من بره. عشان بس ايه دوت بس يعني. طبعا الأرقام ديت ليها حسابات وليها لوغاريتمات وليها بيانات والكلام دوت، بس أنا ايه بحاول أوضح لكم باسلوب سهل عشان تبقوا فاهمين انتوا بتشتغلوا ازاي وبتعملوا ايه والكلام دوت. فاغلبيه الباورات كلها، اغلبيه يعني، هتلاقي مكتوب عليها الارقام ديت، دي الحساسيه بتاعتها. دوت بالنسبه لحساسيه الامبليفاير او حساسيه الباور. نيجي تاني حاجه في اللي هي الزرار اللي هو بيبقى كروس اوفر الداخلي بتاع الباور. في بعض الباورات بتبقى موجود فيها
وفي بعض الباورات مبتبقاش موجود فيها. دوت معناه ايه؟ ان انت لو رفعت الزرار دوت لفوق هيبقى عندك يحصل قطع لكل الترددات المنخفضة، فمش هتديك البيز. تمام. فلو نزلت تحت الزرار هيديك كل الترددات المنخفضة ومش هيديك الهاي. يعني السماعة تبقى مكتومة بالمعنى الدارج بتاعنا، او السماعة فوق مفتوحة. طبعا ما بيبقاش اللي هو قطع اللي هو زي الكروس اوفر والكلام دوت، لا دوت بيبقى حاجة مجرد اللي انت هي السماعة بيطلع منها صوت، بس الصوت بيبقى واخد ترددات منخفضة، فالصوت بيبقى مكتوم مش واضح. او لو عملتها على الهاي بيبقى الصوت متربل او بيدي الترددات العالية ومبقاش فيه البيز بالفخامة بتاعته. فدوت الوظيفة بتاعته. فانت لو عندك كروس خارجي، فانت يستحسن اللي انت تخليه اوف. تمام. عشان لما تخليه اوف هو هياخد الاشارة زي ما هي. طبعا الكروس الخارجي او الكروس اللي انت شغال عليه هو طبعا فيه اللي انت بيديلها الاشاره اللي هي بيبقى فيها المدى الترددي، لا اما التريبل، لا اما بيديها البيز. فانت مش محتاج ان انت هو مديك بيز فانت تروح عامل بيز هنا كمان، لا لا لا، دي خليها اوف زي ما هي. هنيجي بعد كده الثلاث كلمات اللي انتوا شايفينهم دول، اللي هم ستيريو والبي ار اي، البي اي ار اي اللي هي البارل اللي هو التوازي، وعندنا البريدج. وطبعا احنا هنشرح كل حاجه. الاستيريو هنا يا جماعه يعني انت بتنزل على 2 اكس ال ار، اكس ال ار هنا واكس ال ار هنا، وكل جنب بيبقى مستقل بذاته. كل جنب بيبقى مستقل بذاته. ماشي يا جماعه. ده بالنسبه لايه؟ للاستيريو. طيب البارل هنا طبعا الاستيريو ليه استخداماته. البارل هنا بيبقى توازي، بمعنى اللي انت بتنزل باكس ال ار على الاي هنا، المدخل اللي هو الاي. تمام. والاي دوت بيعمل كوبري جوه بيدي البي. فانت عندك الجنب اليمين والجنب الشمال بتقدر تعلي ده لوحده وتعلي ده لوحده، بس هو واخد مصدر واحد من اكس ال ار نازله. عكس الاستيريو. الاستيريو بينزل بكابلين اكس ال ار، ليفت ورايت. اما البارل بينزل بكابل واحد وهو بيدي الجنب التاني، يعني بيدي الجنبين، هو بيحصل كوبري جوه بيدي الاكس ال ار التاني. تمام. اما البريدج بقى لو انت خليته بريدج، فناس كتيره فاهمه البريدج غلط يا جماعه. يعني البريدج دوت معناه اللي انت هتاخد قوه الامبليفاير كله على خرج واحد. يعني مثلا الجنب دوت بيدي 400 والجنب دوت بيدي 400، يبقى انت هتاخد 800 على خرج واحد، وليها التوصيلات بتاعتها. اكتريه الناس لما تيجي توصل بريدج بيبقى انت عندك زرار واحد بس في الجنب هو اللي بيتحكم في الجنبين، لا اما يعلي كله لا اما يوطي كله. عكس البارل والاستيريو كل جنب لوحديه بتعلي لوحديه. اما هنا لما تيجي توصل منه طبعا هو الجنبين كلهم بيروحوا على مخرج واحد. المخرج الواحد هنا هتلاقيه هو شارح لك نفسه اهو، البريدج بتاخد من الموجب بتاع الايه وبتاخد السالب من الموجب بتاع البي، اهم الاتنين دولت. فانت بتاخد قوة الامبليفاير كله على خرج من هنا اللي هو الاتنين كهرباء. بتاخد واحد موجب من الايه وبتاخد الارضي من الموجب بتاع البي، بس في الحالة ديت وانت عاملها اللي هي الايه البريدج. ماشي يا جماعة. عشان بس ايه تبقى العملية واضحة بالنسبة لكم، يبقى احنا وصلنا اللي احنا عندنا الحساسية اللي هي بتاعت الارقام، السبعة من عشرة والواحد فولت واحد والاربعة من عشرة فولت، وعرفنا ديت نحطها امتى. الكروس اوفر اللي موجود في ظهر الامبليفاير وعرفنا دوت بتاع ايه. وعندنا الاستيريو والبارل والبريدج وعرفنا التقسيمات بتاعتهم بتاعت ايه. عشان بس تكون العملية واضحة، اغلبية الباورات عندنا او الامبليفايرات اللي احنا شغالين بيها بتبقى فيها نفس القصة ديت. فدي كلها طرق توصيل ودي كلها نسبة وتناسب. طبعا في باورات تانية بيبقى فيها اللي هي الجراند بتاعت اللي هو الارضي. فطبعا احنا عندنا هنا مش شغالين بارضي في الجمهورية كلها، فما عندناش الارضي دوت، فانت تخليه اوف. تمام. فيعني باذن الله هبقى اجيب لكم باور برضو في الحتة ديت وبوريها لكم عشان تبقى العملية واضحة لكل واحد مننا. فارجو يا جماعه ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
وقولوا لي لو في مواضيع تانية عايزين نتكلم فيها في مجال الصوت. إحنا هنا بس مجرد شوية بيانات كده بنوصلها للناس عشان تبقى العملية واضحة لكل واحد فينا، وعشان تبقى يعني مرجع او مكتبة لأي حد يخش المجال جديد وعايز يسأل عن اي حاجة. فالفيديوهات هنا بتبقى موجودة على القناة. فعايز بقى اللي انتوا تشيروا الفيديو دوت على اكبر قدر من التوزيع عشان يوصل لكل واحد في المجال بتاعنا، وان شاء الله هنكون في حتة كويسة ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.